السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى متابعين وأحلى مشاهدين في الدنيا، أهلي وإخواتي حبايب قلبي في كل مكان وعيلتي التانية، أحلى بنوتات في الدنيا. النهاردة بقى فيديو النهاردة تحفة تحفة تحفة، وسهل جدا وبسيط جدا جدا جدا. كل واحدة ست بيت حلوة شطورة أمورة كده تقدر تعمل دخل وهي قاعدة في بيتها بحاجات بسيطة جدا جدا. النهاردة أنا هعمل السلسلة اللي هي الإكسسوار العادية جدا، شغلها هادي جدا وبسيط جدا وما بتكلفش كتير وربحها كبير جدا. احنا معانا النهارده السلسله دي بتيجي بالمتر من عند بتوع الخردوات والخرز والحاجات دي، بتجيبيها بالمتر. السلسله دي في منها الذهبي ومنها الفضي، منها التخين، منها السحب، منها كل الانواع، بس انا بحب دي. تمام. طيب، ومعايا هنا الدلايات، بتجيبي بقى اي دلايه اهي اللي هي قلب السلسله، بتجيبي بقى الاشكال اللي انت حباها. يعني انا مثلا ده شكل هيلوغروفي اهو، الشكل ده عجبني قوي. في حاجات قلب رقيقه زي دي كده، في قلوب زي دي كده. الاشكال بقى بتنقي الشكل اللي انت حباه اهو، كذا شكل. في ده اللي هو الربع جنيه اللي هو القديم ده، اي شكل تقدري تجيبيه، خمسة وخميسة اهي، اي شكل اي شكل، مش شرط شكل معين يعني. تمام. ومعايا هنا الاقفال اهو، والحلقات الكبيره والصغيره والكلابه. مش هنعوز حاجه اكتر من كده. دي كل التكاليف اللي هتعوزيها. اوريكي بقى نعملها ازاي، تقدري بقى تصنعيها وتعمليها على كارت وتكيسي وتسلمي محلات. تكلفه بسيطه جدا بس الربح كبير جدا. يلا نشوف مع بعض هنعمل ايه. ما ننساش اللايك والاشتراك معايا في القناه، تفعيل الجرس عشان يوصلكم كل يوم الجديد بتاعنا. اول حاجه هنعملها، ناخد طول للسلسله اللي هنشتغل عليه. لو هنشتغل بالذهبي يبقى القفل معانا ذهبي والحلقات ذهبي والقلب يكون فيه ذهبي. يعني ما ينفعش مثلا اشتغل بالسلسله ذهبي واديها فضي كده، لا طبعا، كده ادي فضي. تمام، كده ادي ذهبي. تمام يا جماعه، تمام. اول حاجه هنعملها، نشوف الطول المناسب للسلسله بيكون كام متر. بندي نص متر. النص متر بيدي طول حلو ومناسب للسلسلة. نص متر يعني قد كده. هوريكم دلوقتي اهو. اول حاجة هنعملها، بنيجي في الذهبي الفضي اهو، ده متر، ده متر. المتر هنقسمه على سلسلتين، المتر هنقسمه على سلسلتين. هنجيب كده، لو انت لسه في الاول مبتدئة وما انتش عارفة هتعملي ايه، اول حاجة ادى المتر قسمته اهو على سلسلتين، واجي من هنا كده وافصله. الكلابه الصراحه بدور عليها فانا مش عارفه انا حطاها فين، فعادي ممكن تشتغلي باي حاجه. هنشتغل بالمقص اهو، افتح لها كده اهي، تروحي شدها عادي خالص اهي. تمام، ادى النص متر. ناخد بقى اول نص متر نشتغل عليه. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ زي ما احنا شايفين كده، هنشتغل على دي. هروح جايبه القلب، اول حاجه هنعمله اللي هو الهيلوغروفي ده، واروح مدياله حلقه بالشكل ده كده. نفتحها شويه اهي، بالشكل ده كده، واروح حطاها في الحلقه كده اهي، واسيبها، واقسم السلسله نصين، نصين بالشكل ده كده اهو. اجي هنا الاول اعمل ايه؟ ابتدي اركب الحلقان بتاع القفل بتاعي فضي. اوسع لها كده. كلابه بدور عليها الصراحه مش عارفه، ما حبيتش اعطل، يعني مش هتعطلي، مفيش كلابه باي حاجه، باي حاجه، بمقص، باي حاجه اهو. وابتدي بقى اضغط عليها كده، اقفلها كويس جدا.
وهنا كده اشتغل على التانية. تعالوا كده نقفل عليها كده بالكلابة وبالمقص اهي، قفلتها جامد اهي. بقى معايا كده القفل بتاعي اهو ركب، شايفين اهو ركبته في الحلقة والحلقات في بعضها بقى بالشكل ده اهو. تمام. طيب نعمل ايه؟ اقفل بقى الايه القفل بتاعها عشان تقفل من هنا. اديها الحلقة بتاعتها، الحلقة اهي، اوسع للحلقة كده بالشكل ده كده اهي، واجي في النهاية كده واروح مدخلة الحلقة واروح ايه قافلة الحلقة اهي. قفلت الحلقة بقى كده معايا اهي السلسلة اهي بالقفل بتاعها اتقفلت وهي اهي. ابتدي بقى ادور على اخر، انا كده ما نركبش القلب الا بعد ما نركب، ما ركبش القلب بتاعي الا بعد ما اركب القفل بتاعي واظبط بالظبط في النص كده عند ايه، عند السلسله اللي نايمه، ما اعملهاش في السلسله اللي واقفه، اللي نايمه بالشكل ده كده. اجي في الحلقه اهي في السلسله اللي نايمه واروح مدخله الحلقه بتاعتي كده بالشكل ده كده اهي. دخلناها اروح قافله بقى الايه الحلقه بالشكل ده كده بقت اهي. بقت عندنا السلسله بتاعتنا اهي، حاجه جميله وتحفه زي ما انتم شايفين اهو. اهي ايه رايكم؟ يبقى ده شكل احنا عملناه بالشكل الجميل ده اهي. اهي القفل بتاعها اهو. في حلقة تانية هنعمل فيها طريقة التكييس والتغليف، لو جينا نجهز حاجات زي دي ننزلها لمحلات جملة هنسلمها ازاي. نعمل بقى اللي بعده، عملنا الفضي نعمل بقى مع بعض الذهبي، نشوف هنعملها ازاي برضو. نعمل بقى الذهبي، نجيب زي ما قلت لكم بالظبط نص متر للسلسلة اهو، اروح تانيها نصين واجي على الاقفال واركب، ما ندخلش القلب ولا نعمل اي حاجة غير لما ندي الاقفال بتاعتنا. نجيب القفل بنفس الطريقة ونيجي بالشكل ده كده. معاكي بقى الكلابة، معاكي قصافة، معاكي المقص، ما بتقفيش يعني مش هنقف. وسعنا اهي الحلقة بالشكل ده، واروح مدخله القفل بتاعي برضه كده زي ما احنا شايفين. وسعناها ودخلنا القفل بتاعنا، ونروح عاملين ايه، اجي بقى في الجنب كده واروح مركبه القفل بتاعي بالشكل ده، واضغط بقى على الايه على القفل اهو. بالشكل ده كده كده انا قفلته اهو. اجي بقى في الجهه التانية اركب الحلقه بتاعتي بص عليها برضو
قافلاها بالشكل ده كده، اقفلها اهو، اضغطي جامد كده عشان ايه ما تطلعش، عشان ما تفكش مني كده. تمام كده تمام اهو. ركبنا الاقفال بتاعتنا اهي زي ما انتم شايفين بتاع السلسله، وهي اهي اخد طولها اقفلها كده اهي عشان اخد الطول بالظبط، عشان اجيب القلب بالظبط زي ما انتم شايفين كده في السلسله اللي نايمه دي. يعني اهو اجي اهو ماشي معايا الطول مظبوط، واجي في الاخر حلقه واحده بتبقى نايمه اهي، شايفينها اهي. الحلقه اللي نايمه دي هي اللي انا هدخل فيها الحلقه الدلايه بتاعتي، حلقه الدلايه. ندي بقى الشكل ان هو ندي دي عشان يبقى في الاول كده ايه، عين زرقاء، العين الزرقاء، عين الحسود فيها عود يا حلاوه، ده عريس قمر وعروسته نقاوه. يلا بقى ما ننساش اللايك والاشتراك معايا في القناه وتفعيل الجرس. يلا ندي الجلايه اهو، اللي نايمه بنت الحلال دي اهي. تعي 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 تعي، الله 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 الله. يلا نقفلها. سهله وبسيطه جدا جدا يا جماعه. شفتوا الموضوع سهل ازاي؟ شفتوا ان الشغل اليدوي كده تقعدي وتتجسطني كده على الكرسي وتشتغلي، يا ما شاء الله اهو، تعملي ابداع. والله العظيم احنا نعمل ابداع اهو. ايه رايكم؟ جميله جدا. طيب دي طريقه لقفل الدلايه بالشكل ده، وفي طريقه تانية بدل ما احطها في قلب الحلقه ممكن احطها في قلب السلسله نفسها. ازاي قوليلي؟ يعني بدل ما انا اهو، بدل ما انا احطها في قلب السلسله نفسها، انا طلعتها خالص اهي. دي برضو طريقه تانية، انت تعملي كده تعملي كده، الطريقتين صح اهو. واروح مطلعه من السلسله خالص، تروحي قسماها نصين كده، وتيجي هنا كده، وتيجي في السلسله نفسها تعديها. يعني اهي، يعني مش فارقه بقى، مش عايزاها في قلب الحلقات نفسها، في قلب حلقات السلسله، لا السلسله كلها دخلتها اهي، واروح قافله عليها كده. فهمتوا قصدي؟ طبعا اهو، قافل عليها جامد بقى، اضغط جامد جدا اهو. بقت بالشكل ده كده. السلسله بقى بتروح وبتيجي، فاهمين قصدي؟ يعني ايه بتروح وبتيجي؟ يعني كده بتروح وبتيجي اهي. لو مش عايزاها ثابته، عايزاها بتروح وبتيجي اهي. شايفين ازاي اهي؟ وبقت بالشكل ده كده اهي اهي. ده شكل تاني اهو اهو. ايه رايكم في شغل النهارده؟ اكمل بقى اعمل كام سلسله بالشكل ده وارجع لكم تاني. زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي، انا عملت ايه؟ انا عملت السلسلتين كمان دول، دي ودي اهو. زي ما انتم شايفين بالطريقه دي هنقدر نكمل كل السلاسل اللي احنا عاوزينها. طريقه بقى التكييس والتغليف هوريكم ازاي نعمل بعد كده. طريقه التغليف والتكييس عشان نسوقها هوريكم ازاي نعملها بعد كده، دي حلقه تانية. المهم دلوقتي انا اوريكم ازاي نقدر نعمل السلسله ونعمل الاكسسوارات واحنا قاعدين. سهله جدا جدا وبسيطه جدا وما بتكلفش كتير اهو، بس ربحها كبير جدا. زي ما انتم شايفين اهي السلاسل. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم، فكره تكون وصلت لكم، سهله وبسيطه. اشوفكم في فيديو جديد، تابعوني على قناتي كل يوم جديد ان شاء الله. سيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله.